السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا حبايبي ومتابعين الغاليين يكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. زي ما انتوا شايفين كده عملنا كده الفطائر للعشاء، عملنا فطائر القطنية الجميلة ديت للعشاء. فطائر كده بكل سهولة عملناها. طبعا ديت مش هتلاقي اجمل ولا ألذ من الفطائر ديت ان انت تعمليها كده بالليل كده جنب كوباية الشاي، تتعشي بيها كده. حاجة كده جميلة وسريعة. لو عجبكم بقى الفيديو الجميل ده ما تنسوش بقى اللايك والشير، واهم حاجة بقى الاشتراك الجميل بتاعكم كده وكومنت حلو كده يفرحني. يلا بينا بقى نخش كده على الفيديو ونقول لكم هنعمل ايه. فيديو كده لذيذ كده. يلا حطوا اللايك ويلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما انتوا شايفين كان معايا كده نص معلقة صغيرة من الملح، وكان معايا كده برضو معلقة صغيرة من البيكنج باودر بتخليها كده العجينة هشة كده وحلوة. هتكون معايا علبة زبادي، وممكن تحطي بدل الزبادي لبن رايب. الصراحة الزبادي او اللبن الرايب معاها بيخليها كده ايه هشة كده وحلوة. زي ما انت شايفة كده معلقة ونص سكر. حطيت كده علبة الزبادي ومعلقة ونص سكر، وحط كده 4 معالق من الزيت. طبعا هيكون معايا مكعب من الزبدة فهنحط بس 4 معالق من الزيت، وحطيت كده بضاية. طبعا احنا اهم حاجة عندي دلوقتي ان انا اخلي العجينة كده ما شاء الله كده ايه، يعني عجينة كده مخدومة وحلوة. حطيت كده برضو كيس من الخميرة. طبعا انا هيكون معايا اللي هي الكوباية اللي هو المج ده، اخدت بيه 3 كوبايات من الدقيق. هنحط منه واحدة من اللبن، يعني كوباية كده من اللبن. ولو استخدمت لبن بودرة ممكن تشتغل بالمية عادي، بس طبعا انا زي ما قلت لكم انا عايزة اهم حاجة عندي دلوقتي ان انا اخدم العجينة. وطبعا طالما خدمت العجينة اي حاجة بقى بتحطيها عليها مفيش مشكلة خالص، بتكون طعم العجينة جميل. خلاص اشتغلي بقى باي حاجة. طبعا انا جبت كده طبق جبنة من اللي هو بتتباع في السوبر ماركت ده. بيبقى كده ايه الطبق ده، يعني ممكن مثلا يكون 8 كيلو او على حسب بقى ما يكون الطبق. فانا ايه هبدأ ان انا كده عبال ما سبت بقى معايا كده العجينة تريح كده لمدة 10 دقايق كده، يعني إيه اختبر الخميرة كده وان هي تخمر شوية. فقلت بقى ايه اشيل كده اقطع الجبنة. طبعا هشيل الحرف بتاعها كده، حتة صغيرة خالص من الحرف كده بتبقى الناشفة ديت. طبعا ديت جبنة بقى تركي او جبنة رومي على حسب انتوا ما بتسموها. هبدأ ان انا اقطعها. لو عندك موزاريلا ممكن تحطي. وطبعا هيكون معايا كده وحدتين كده من الطماطم، يعني هاخد بس اللحم بتاع الطماطم واصفي كده مش عايزة مية. وهيكون معايا برضو الفلفل، اي حاجة بقى متوفرة عندك، يعني انا كنت بقى بالليل كده فاي حاجة متوفرة عندي بدأت اللي انا ايه اشتغل بيها. وهتكون معايا برضو شوية كده من الزيتون. الصراحة الزيتون مع الجبنة والخضار كده الصراحة كان طعمه جميل جدا. طبعا دلوقتي خلاص كده اللي اختبرت بقى الخميرة لقيتها ما شاء الله حلوة. فبدأت اللي انا جبت كده 3 كوبايات من الدقيق. طبعا ال3 كوبايات كنت حاطة عليهم بقى نص معلقة الملح ومعلقة البيكنج باودر الصغيرة. وهبدأ امشي بقى مع العجينة كده ايه واحدة واحدة. ممكن انتي انا اخدت من بالظبط كوباية من اللبن، انتي ممكن تاخدي اكتر ممكن تاخدي اقل على حسب بقى ايه النوع الدقيق بتاعك. امشي معاه واحدة واحدة كده. طبعا فضلت اعجن فيها. اهم حاجة في المعجنات ان انتي تخدمي العجينة كويس. طالما تفضلي تعجني فيها لغاية ما تنعم، يعني انا فضلت اعجن فيها لغاية ما العجينة طبعا بتنعم معايا. وطبعا انا متعودة طبعا اول ما بيجي الشتاء تخمير العجين بروح مولعة الفرن يا دوبك بالظبط كده. دقيقتين كده، يعني اسيب الفرن كده والع دقيقتين يسخن، وبعد كده اروح مغطية العجينة وعلى الشبكة في الفرن كده واروح حطاها. يعني ما شاء الله مش عايزة اقولك كأني في الصيف بخمر العجينة. ما بتاخدش معايا بالظبط كده، يعني من ربع ساعة كده يعني ربع ساعة تلت ساعة على حسب العجينة اللي انت عجناها. وتكون معايا ما شاء الله جميلة بتخمر على طول، لان طبعا المكان دلوقتي الجو ساقعة واللبن معايا بيكون دافي
عارفه اللي هو دافي، اللي انت تستحملي بقى ايه، يعني انت تستحملي تعجني كده، يعني ما زي ما بيقولوا ده، يعني زي دمعة العين. ما تخليش اللبن معاكي سخن، لو اللبن سخن بيموت معاكي الخميره. فطبعا اهم حاجه دي مرحله مهمه يعني في العجن معاكي. طبعا كده خلاص انا هبدا ان انا ايه هغطي بقى العجينه واحطها كده في الفرن زي ما قلت لكم. وهبدا ان انا اقطع بقى اخرط كده الخضار. خلاص كده اخدت اللحم بتاع الطماطم، وزي ما قلت لك اي فلفل عندك اشتغلي بيه. يعني كانت عندي فلفلايه كده من الفلفل الاصفر، او انت عندك بقى فلفل الوان براحتك خالص. طبعا كده خلاص معايا الفلفل كده والزيتون والطماطم. وهبدا برضه احط عليهم كده الجبنه، اي بقى جبنه تفضليها، يعني هي ممكن تحطي موزاريلا، بس الصراحه طبعا انا بحب الجبنه الرومي، بتدي طعم جميل جدا. وانا عندي اولادي برضو بيحبوا الجبنه الرومي، فعشان كده انا ايه هم قالوا لي احنا هنجيب طبق كده واعمل لنا كده ايه حاجه يعني في المعجنات. فقلت خلاص ماشي، فقمت بقى عملت لهم بقى الفطائر الجميله اللي انتوا شايفينها ديت. كانت فطائر الصراحه يعني فطائر قطنيه كده وجميله، كانت هشه جدا الصراحه. طبعا هبدا ان انا ايه اشكل العجينه. طبعا مراحل تشكيل العجينه وان انت تسيبيها تريح شويه دي خطوه مهمه. طبعا جبت برضو الصينيه حطيت فيها كده شويه كده يعني مسحه من الزيت. وهبدا برضو ايه شايفين العجينه ما شاء الله دي بالظبط كده بعد ربع ساعه بدات اللي انا ايه هبدا اشكلها. ربع ساعه تخمير، يعني ربع ساعه كانت خلاص العجينه خمرت. بدات اللي انا اشكلها وهسيبها برضو تريح. يعني انا ممكن برضو اخد برضو الايه الصاج بتاعي كده او الصينيه اللي انا حاطه فيها ادخلها كده الفرن واسيبها برضو تريح كده في المكان الدافي. ما شاء الله بتلاقيها ايه حجمها بيتضاعف كده وهي ايه بعد ما بشكلها. في المرحله ديت انا سبتها كده لغايه ما سبتها كده 10 دقايق، وبدات اللي انا ايه اهم حاجه اللي انا اسيبها تريح وابدا ان انا افردها كده. شكليها بقى براحتك. طبعا الكور ديت انا حبيت اللي هي تخليها وسط كده، ولا خليها كبيره قوي ولا صغيره قوي. وهبدا اللي انا ايه افردها كده، وزي ما قلت لك هحطها كده في الصاج واسيبها برضو شويه قبل ما احط عليها الحشو. هسيبها برضو تريح كده شويه، وبعد كده ايه عبال ما اخلص كل الكميه. طبعا ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهوله. مش عايزه اقولك قد ايه العجينه كده جميله. طبعا العجينه ديت بقى بتمشي معاكي اي حشو معاكي بتمشي معاكي في اي حاجه. يعني الصراحه كانت عجينه ما شاء الله مخدومه كده وعجينه جميله. مش عايزه اقولك كده بتبقى طالعه ريحتها كده من الفرن بقى اول ما تولعي الفرن كده آه، جميله جدا الصراحه. ريحتها طالعه حلوه وفي نفس الوقت طعمها حلو. طبعا جنب بقى شاي بلبن جنب كوبايه شاي. طبعا بالليل كده احنا عارفين بقى الليل بتاع الشتا ده بيخلي لك الاولاد طول ما هم قاعدين بقى يقولك احنا جعانين. فطبعا مش هتلاقي اجمل ولا احلى من الفطائر الجميله ديت. وسهله، يعني احلى حاجه فيها ان هي كانت سهله فعلا. يعني أنا ما شاء الله ما بتاخدش معاك وقت. مجرد ما بتعجني العجينه قبل بس ما تخمر بتكوني خرطت الخضار معاكي وتشتغلي. ممكن في المرحله دي بقى حابه تحطي اي حاجه لانشون بقى بسطرمه، دي حاجه ترجع لك. بس انا الصراحه ايه ما حبيتش ان انا احط حاجه، قلت ان نعملها كده خفيفه وعلى قد الايد برضو، يعني ما تكونش حاجه ايه مكلفه جدا. طبعا هبدا برضو اسيبها ايه زي ما قلت لك كده اسيبها تريح شويه. وهبدا ادخلها الفرن. لو معاكي الفرن بتولعي الشوايه مع الفرن من تحت، ممكن تولعي الشوايه وتولعي الفرن، يعني تولعيهم الاتنين لان هي فعلا ما بتاخدش حاجه. مجرد ما الجبنه بتسيح كده وبتاخد لون من تحت خلاص، يا دوبك ايه تحت الشوايه برضو شويه وبعد كده خلاص. لو انت اول مره بتشوفي القناه بتاعتي خشي كده وشرفيني ونوريلي كده بالاشتراك الجميل بتاعك زي ما انتوا شايفين. طبعا خلاص كده طلعتها كده من الفرن ما شاء الله ما اخدتش وقت ولا اي حاجه. شايفين لونها ما شاء الله جميل. وطبعا دلوقتي عملنا بقى كوبايه الشاي الجميله ديت. هنبدا بقى كده ايه عود النعناع بقى ده ما شاء الله كده، ويلا بينا بقى نشرب الشاي وناكل بقى الفطائر دي.